هتمضي عقود ولا ايه يا حاج زيزو؟ لا طبعا، جبناها ازاي وانتوا نشوفتوا على الطلبات بتاعتنا؟ طب ايه هي طلباتكم؟ احنا كنا طالبين 80 مليون، دلوقتي بقى احنا طالبين 100 مليون زائد عمولتي 25% والفوائد، يعني كله 125 مليون جنيه. ايه الكلام ده يا حاج زيزو؟ انت لو فتحت خزينة النادي مش هتلاقي فيها 5 مليون على بعض. هو زيزو هينزل يلعب لوحده ولا ايه في الماتش ويكسب الفرقة؟ وبعدين احنا بنلعب في الدوري المصري، واللي بيكسب الدوري عندنا ما بياخدش الا مكافأة الدوري ده 2 مليون جنيه بس، ولا ايه يا عم رضا؟ ما تقول له حاجة. مع احترامي ليك يا حاج زيزو، انت وابنك مفيش لاعب في مصر هنا يستحق مليون جنيه على بعض، وزي ما قال الباشمهندس حسين اللي بيكسب الدوري ما بياخدش الا 2 مليون، في بقى كسبنا الدوري اصلا. لو جيت قسمت ال 2 مليون على 30 لعيب هتلاقي كل لاعب المفروض ياخد له اقل من 100,000، وده المفروض يبقى معاد لكل لاعب. عفارم عليك يا رضا، واحنا كمان مقدرين مجهودات زيزو ابنك، وبنعرض عليك فيلا ملك النادي تستلمها بعد 3 سنين ان شاء الله. ايه الكلام ده يا جماعة؟ انا ابني كان معروض عليه 5 مليون دولار والاهلي عايزه، وانتوا كلكم عارفين، بس احنا عايزين الزمالك وبنحب الزمالك. طالما عايز الزمالك تقبل بشروط النادي.